هل لو اختلفنا في يوم من الايام ممكن ننسى بعض؟ وهل الحب بيننا وبين حبايبنا ممكن يتنسي في لحظه؟ اعمل انت بس لايك وسبسكرايب وتعالى وانا اقول لك. Hi. I'm sorry? I just said hi. Hi, hello. The Eternal Sunshine of Spotless Mind فيلم عظيم جدا، واكتر فيلم انا شخصيا بحبه لجيم كاري. ولو شايف ان جيم كاري كوميديان عبقري ارجوك شوفه في الدراما، لان صدقني فايتك كتير. فيلمنا بيحكي عن اتنين مختلفين اختلاف السماء والارض، مش شبه بعض في اي شيء، لكنهم حبوا بعض بجد وتعلقوا ببعض، واكتشفوا ان هم مش محتاجين يكونوا متشابهين، محتاجين بس يكونوا سوا. وهي دي اللي بنسميها في العلاقات حلاوة البدايات، وكلنا عارفين اللي بيحصل بعد كده. ولكن في فيلمنا الموضوع متوقفش بس عند فكرة الهجر والشتيمة واللازم منه، لكنهم قرروا ان هم يعملوا عملية تمحي كل ذكرى مؤلمة مروا بيها مع الشخص التاني. لكن العملية مش بتمحي اللحظات السيئة بس، لا دي كمان بتمحي اللحظات الحلوة، بتمحي اي ذكرى تخص الشخص التاني عشان يرجع غريب زي ما كان حرفيا. ولكن تعالوا نبص للعلاقة من بدايتها. اتنين مش شبه بعض في حاجة، مختلفين لأقصى حد ممكن، لكنهم حبوا بعض. ولكن الحب وحده عمره ما يكون كافي، لانه يؤسفني اقول لك ان الحب شيء مش ثابت. والله زي ما بقول لك كده. لكن اللي بيخلي العلاقات تدوم دايما هو التفاهم والمواقف والموده. دي الحاجات اللي بتخليك تتمسك بالشخص مع الوقت، مش بس المشاعر. المشاعر شيء جميل لكن لوحدها مش كفايه. وبما ان مفيش تفاهم اصلا من الاول، فالعلاقه هتفشل لانه مش متوفر لها ابسط عوامل النجاح. مش معنى كلامي ده انك تحاول تدور على شخص شبهك 100%، لانك مش هتلاقيه برضه. لكن العلاقه الصح هي اللي فيها طرفين قادرين يفهموا بعض ويوصلوا لنقطه اتفاق، ويعرفوا ويحلوا مشاكلهم سوا، وكمان يتقبلوا الاختلاف. ولكن اختلاف في بعض الاشياء مش في كل الاشياء. هقولك على حاجه، في الفيلم ده الاتنين دول انجذبوا لبعض عشان هما مختلفين، وسابوا بعض عشان برضه مختلفين. ازاي يا عم مصطفى؟ هقولك يا حبيب عم مصطفى، الفكره ان هما انجذبوا للحظه الحلوه والطريقه المختلفه، لكن هما فكروش هل ده هيكون مناسب لحياه كامله ولا لا. وده اللي ما جاش في بالهم، عشان كده لبسوا في حيطه وتعلقوا ببعض وحبوا بعض واتألموا من الانفصال. عشان كده قرروا يمسحوا ذاكرتهم عشان ينسوا الألم. ولكن هل ده صح؟ طبعا لا، لأن الألم جزء مننا كبشر عشان يكون شخصيتنا وعشان يعلمنا. يعني لو الألم مش موجود ما كناش هنحس لو ايدينا اتحرقت في النار، ما كناش حسينا بحاجات كتيرة محتاجينها لو ما كناش بنتألم. فالألم مهم جدا لينا كبشر، ومهما طال الألم هينتهي، لكن أثره هيفضل موجود جوانا، ومش هنكرر نفس الخطأ اللي خلينا نحس بيه تاني. ودي نعمة عظيمة من ربنا علينا. المهم اننا في جزء ما من الفيلم وهم بيحاولوا يمسحوا الذاكرة، هو شاف اللحظات الحلوة اللي عاشوها سوا، وبدأ يحس انه غلطان وانه مش عاوز الحاجات دي تتمحي لانها ذكريات جميله وحلوه. ودي اللحظات اللي هو نفسه بدأ يحس انه كان غلطان، وانه ضيع حب عمره عشان بس ما تقبلش اختلافه. الفيلم طول الوقت عاوزكم تتقبلوا الاختلاف وتتناقشوا وتحلوا مشاكلكم سوا. المشاكل كده كده موجوده ومستمره لان احنا بشر، لكن الصح اننا نحاول نتعامل معاها بجد. ده لو بقينا على العلاقه وبنحب بعض. النسيان شيء مهم جدا، لكن الاهم منه انك تبقى فاكر وقادر تسامح وقادر تتقبل شريكك بعيوب، وعارفين برغم اختلافكم تفهموا بعض وتحبوا بعض وتعيشوا العمر سوا. وعلى فكره هم بعد ما مسحوا ذاكرتهم وقابلوا بعض تاني حبوا بعض تاني برضه، وكأن القدر بيديهم فرصه كمان عشان يفهموا مشاعرهم ويتقبلوا اي اختلاف بينهم، لانهم فعلا بيحبوا بعض. عشان كده لما عرفوا من خلال الرسائل ان هم كانوا مرتبطين قبل كده وسابوا بعض بسبب اختلافهم، قرروا ان هم يكملوا. وهو ده اهم جزء في الفيلم من وجهة نظري، فكرة ان هم حبوا بعض من تاني لكنهم سمعوا اراء بعضهم في بعض. يعني هي سمعت وعرفت هو شايفها ازاي، وهو سمعها وعرف وجهة نظرها فيه. العلاقة بتتبني من لحظات الصراحة وتقبل الاختلاف بكامل ادراكه. هي دي العلاقات الناجحة اللي بتكمل. العيوب ظهرت وهم شافوها بشكل واضح بدون اي انبهار يلغيها، وهم شافوا ان هم هيعرفوا يتخطوا ده. وهنا نفهم معنى اسم الفيلم The Eternal Sunshine of Spotless Mind، إشراقة أبدية لعقل طاهر. يعني لما تطهر نفسك وعقلك وتصارح نفسك وشريكك بعيوبك، هنا بس هتشرق الشمس الأبدية وتنور حياتكم زي ما انتم نورتوني وشفتوا من الحلقة دي. فلو عجبتكم ما تنساش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو في فيلم تاني حابين تتكلموا عنه أو سؤال في فيلم مش عارفين إجابته اكتبوا تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في حلقة جديدة في الصندوق. How happy is the blameless vessel's lot, the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of a spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned.